المنتخب السعودي انشق خمسة إيه؟ ما اتلغى. انشق 4 من اسبانيا يا جدعان. فضيحة خسارة السعودية. كيف سنصل لمستوى المغرب؟ لماذا ليس لدينا مثل لاعبي المغرب؟ كل واحد منهم يقدم مستوى أسوأ من الثاني. المدرب فشل مع المنتخب السعودي، هذا أولا. ثاني شيء، اليوم هو مدرب على مستوى أندية ممكن يكون ناجح لأن تتوفر له عوامل كثيرة وكذا وغيره محليا، لكن تعال شوفه على مستوى المنتخبات الحقيقة فشل في أكثر من محطة. منتخب المغرب عندهم من المواهب المنشئين في أوروبا واللي احترفوا من بداية حياتهم وتكوينهم حتى اليوم في أوروبا. هناك عمل داخلي في المغرب، أكاديمية محمد السادس، الدوري المغربي وما يفرز. اليوم لدينا لاعبين، احنا في السعودية دورينا القوي لدينا لاعبين مغاربة من منتجات الدوري المغربي، بينما احنا بكل صراحة ما نقدر نطلع لاعب، ونطلعنا لاعب شفناه يقعد احتياط ما يطقها وهو من نجوم الكرة السعودية، أقصد سعود عبد الحميد. بالتالي احنا عندنا مشكلة كبيرة في المنتخب السعودي، نتائج المنتخب السعودي، وبالتالي هذا انعكس على الوضع. عندنا مشكلة اسمها المنتخب الأول ونتائج المنتخب الأول. أخلص إليه إذا الوعود اللي وضعت في رؤية تحول الكرة السعودية حتى اللحظة تسير للخلف ولا تتقدم للأمام. تقول لي الشاهد؟ أقول جماعة أنا عايز أعرف دلوقتي ليه منتخبات العرب بتشارك في بطولة كأس العالم؟ يعني النهاردة منتخب تونس بيخسر بنتيجة 4-0 من منتخب اليابان، وبعدها منتخب أسبانيا بيخسر بنتيجة 4-0 دلوقتي حالا من منتخب أسبانيا، ومن قبل قطر بيخسر 6-0 من كندا، والجزائر بيخسر 3-0 من منتخب الأرجنتين. ولما نطلع ونقول بأن المغرب فخر العرب، ولما بنطلع وبنقول بأن منتخب المغرب المنتخب العربي الوحيد اللي بينافس على بطولة كأس العالم، بعضا من الإعلام العربي بيقولك أنت بتطبل للمغرب وأنت بتجامل المغرب. المغرب اللي عمل مباراة أسطورية ومباراة تاريخية أمام منتخب البرازيل وفاز على منتخب اسكتلندا. في المقابل كل منتخبات العرب كلنا عارفين ومقتنعين بأن آخرهم دور المجموعات من بطولة كأس العالم، والفرق كبير جدا ما بين منتخبات العرب والمنتخبات التانية. النهارده منتخب أسبانيا جعل الإعلام السعودي يطلع يفتخر بالمغرب ويقول كلمة حق، ويقولها أمام الدنيا كلها بأن المغرب فخر العرب، وبأن منتخب المغرب أفضل منتخب عربي إفريقي، المنتخب الوحيد اللي بينافس على بطولة كأس العالم. اسمع معايا ردود الأفعال وانتظرونا في النهاية. زفر يا حكم وانقذ تاريخ السعودية، هذا إذا عندها تاريخ أصلا. والله العظيم إذلال كروي اللي شفناه هذا حصة تدريبية. صراحة الراس الأخضر لعبت خير من السعودية. أنا ما فهمتش هذم كيف يلعبوا في كأس العالم. صراحة منتخب السعودية لا يستحق التواجد في كأس العالم. كيف يترشحوا؟ والله فضايح فضايح، مستوى سيء، مستوى رديء. هذم كيف يلعبوا في كأس العالم؟ صراحة هذا الكل بسبب المنتخب المغربي اللي أعطى أوهام وأعطى أحلام لبقية المنتخبات أنها قادرة تنافس في كأس العالم. قاعدين نشوفوا في النتائج السيئة ورا بعضها، العراق ب4، تونس ب5، اليوم السعودية بال4. هذاك هو النيفو والله العظيم. صراحة الله أكبر علينا، فضيحة جديدة من فضايح العرب. 4-0 على السريع. السعودية بتتغلب من اسبانيا. عارف المشكلة فين؟ طبيعي ان اسبانيا تغلب السعودية. المنظر وحش وحش وحش. ده انت 4 وكرة في العارضة وجون اوفسايد، انت مش قادر تجاريهم حتى. ومش السعودية بس، ما تجيش على السعودية، على الاقل السعودية عندها ماتش مع كاب فيردي، لو كسبت صعدت. قطر، تونس، العراق، اعد لك فضايح تانية كتير. الجزائر، يمكن انا ناسي فضايح العرب. يمكن المنتخبين اللي مسكوا نفسهم شوية طبعا المنتخب العظيم المغرب، وبعديه منتخب مصر ضد بلجيكا، ولسه مصر عندها ماتشين، ما حدش عارف ايه اللي ممكن يحصل. انا مشكلتي مع السعوديه كسبت كاب فيردي دي تعادلت مع اسبانيا. دور 32 لما تلاعب منتخب تقيل هتتغلب 5 برضو. انت كمنتخب عربي يا عم انا اقول لك اتغلب مفيش مشكله، لكن مش 5 و6. بقينا اضحوكه يا جدعان، اضحوكه قسما بالله. ده الفرق الافريقيه واقفه وسد. ده كاب فيردي اتعادلت 0-0 على اسبانيا، اتغلب 2-0 2-1 6 و4 و5 وحاجه بلاي ستيشن، حاجه تقرف. دايما بقولها، صندوق الاستثمار السعودي جاب دوري قوي جدا وخلى الانديه قويه جدا، زي الهلال عمل كاس عالم انديه تاريخي.
وفعلا كان ناجح مع الانديه. ده صندوق الاستثمار السعودي عمل دوري ناجح وعمل انديه ناجحه، لكن موت المنتخب السعودي. منتخب هش جدا، ضعيف جدا، ما تزعلوش، انا مش عايز السعوديين يزعلوا، منتخب قليل. انا عايز اقول لك، انا قلقان ما تكسبوش كاب فيردي. مصر اديتكم 4، كاب فيردي اتعادلت مع اسبانيا، انت قدام اسبانيا مش قادر تشوط كرة على الجون. لازم الصندوق الاستثمار السعودي يبص على المنتخب اكتر من الانديه، عشان كده مش هينفع المنتخب السعودي من فشل لفشل لفشل لفشل. منتخب السعودي ينشق خمسة إيه؟ ما اتلغى. انشق 4 من اسبانيا يا جدعان، اعتبروها 5 اعتبروها 4 عادي، كده مش فارقة. بدأت العرب بدأت واحدة، أول جولة ماشية بالتعادل، ماشية واحدة، جت الجولة التانية تعالوا واحد ورا التاني، الله يستر على مصر بنص. بس بإذن الله نكسب. السعودية يعني مش عارف بتمشي مدرب قبل كأس عام بشهر، عاملين ساكت نعسان، والواحد قعدت صاحي الماتش يبقى الفاضي، ضيع كل اللي احنا عملناه. اقعد لك السعوديه هقول ايه يعني كاب فيردي ماتش الجاي تخسروا، ما فيش، خلاص روح السعودي خلاص. احساسي كضبني ومنتخب السعوديه خذلني بعد ما توقعت فوز السعوديه على اسبانيا 2-1. ياهو خسروا 4-0 امام اسبانيا صراحه، وخساره مستحقه، لانه بجد منتخب اسبانيا كانوا الافضل صراحه. بالرغم انه انا ما قاعد اريدهم ويتمنيت انه يطيروا من المجموعات ده، لكن بصراحه كانوا الافضل. وحتى يعني بقوا رحيمين والله العظيم. لو كان دايرين يبلوا منتخب السعوديه ده اكتر من كده، ويجي يبلونا نحن ذاتنا المشجعين لمنتخب السعوديه، كان عملوا. لكن ياهو حدوا الريتم صراحه. هم ذاتهم قالوا الضرب على الميت حرام والله. يعني بجد يعني دي حقيقه نقولها، بجد منتخب السعوديه كان سيء جدا. ده ما المنتخب اللي امام الاورجواي ودرب معه بالتعادل الايجابي 1-1. يا اخي معقوله؟ منتخب الاسبانيا درن مع الراس الاخضر 0-0، هدف ما قدروا يجيبوا. الليله مع منتخب السعوديه جايبين 4 ولا، وبعد ده يعني باقل اداء صراحه. خلصوا المباراه في خلال 23 دقيقه، وبعد ده قالوا خليه نبرد عليه كده. ياهو تاني الشوط الثاني زادهم بهدف واحد بقى 4. الحمد لله. النهارده لما تشوف المنتخب السعودي وهو بيواجه منتخب اسبانيا، سيبك بان منتخب السعوديه خسر بنتيجه كارثيه، وسيبك من كل ده، لكن انا جاي اكلمك في موضوع الاداء، الموضوع اللي انا مش قادر افهمه. جماعه منتخب السعوديه خسر، وكل المنتخبات عادي جدا ممكن تخسر، ولكن لما انت تخسر وادائك سيء للغايه، الموضوع غريب وعجيب. الراس الاخضر عمل مباراه اسطوريه امام اسبانيا، في المقابل النهارده السعوديه بتخسر بنتيجه فاضحه امام اسبانيا بنتيجه 4-0، وكانت هتبقى خماسيه. السعوديه اتلغى له هدف في اخر دقيقه من المباراه. النهارده كمان تونس خسرت من اليابان 4-0. فين منتخبات العرب من كأس العالم؟ أنا قلت لك هما بيعتبروا إن المشاركة يعني من أجل التمثيل المشرف، عارفين ومقتنعين بإن هما مش بينافسوا على أي بطولة. كل العرب عارفين الكلام ده كويس، عارفين بإن هما مش بينافسوا على الألقاب. هما بالنسبة لهم خلاص تأهلوا للدور القادم، فلازم نشارك في البطولة، لكن لا في امال ولا مقتنعين اصلا ان هم يقدروا يعملوا اي حاجه. كل العرب مش مقتنعين تماما ان هم هيعملوا اي حاجه في بطوله كاس العالم. فلما تتكلم عن المغرب، لا، المغرب منتخب مرعب بكل ما تعني الكلمه من معنى. منتخب شرس، منتخب بينافس على الالقاب. المغرب عمل مباراة أسطورية أمام السعودية وأمام منتخب اسكتلندا وقدر يكسبه. تيجي النهاردة المنتخب السعودي ملوش وجود في الملعب، منتخب تونس ملوش وجود في الملعب،
قطر بتخسر من كندا. أنا أول مرة أعرف إن كندا فيها كرة قدم. 6-0 من كندا. الجزائريين اللي بيقولوا إحنا فخر العرب بيخسروا من الأرجنتين 3. السنغال قالوا لك إحنا أبطال أفريقيا. أبطال أفريقيا خسروا ما عملوش أي حاجة أمام فرنسا. 3 أمام فرنسا. فما فيش غير المغرب، قولا واحدا ما فيش غير المغرب. ده المنتخب الوحيد راهن عليه. ده المنتخب الوحيد اللي تراهن عليه، تقول هيكسب وفعلا هيكسب، يشرفك ويرفع راسك أمام العالم. ويكفي بس بأن المنتخب ده هو اللي بيلعب من أجل التتويج ببطولة كأس العالم. المنتخب العربي الوحيد بالمناسبة، المنتخب المغربي، اللي بيلعب من أجل التتويج ببطولة كأس العالم. لا يعرف يعني إيه تمثيل مشرف ولا أي حاجة من الكلام ده. كل التوفيق لكل من هو مغربي. فخر العرب، هفضل أقولها، فخر العرب المنتخب المغربي. ديما مغرب. أشوفكم في فيديو جديد.